السلام عليكم لي زامي، كيف الحال والاحوال؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد، فلوق جديد. هذا الفيديو غيكون من بدايته حتى لنهايته تحت عنوان من الظلمات الى النور. بما اننا مقبلين على سنه جديده اللي هي سنه 2026 ان شاء الله باذن الله. اغلب البنات فينا يكتبوا الاهداف ديالهم او الاشياء اللي باغيين يغيروا او الاشياء اللي باغيين يحققوا في بدايه سنه جديده. انا صراحه هذه المرحله كنديرها بدايه شهر 10، يعني بدايه السنه الدراسيه ديالي، فين كندير هذه الخطوه. مي اغلب البنات فينا كيديروها في بدايه سنه جديده. المهم ندخل دابا في الموضوع نيشان على اساس وانا اصلا مصوره هذا الفيديو. انا نعاود لكم تجربتي انا مع التغيير. انا ما كنتش بحال هكا. كنت انسانه عاديه، يعني عادي، هي انسان عادي، لكن التغيير ديالي او بدايه التغيير ديالي او الانطلاقه ديال النجاح او التفوق ديالي بدات الانطلاقه ديالو من ليله، ما بغيتش نقول سوداء، لان لو ما كانتش هاد الليله ما كانتش غتكون جيهان اللي هي جيهان ديال اليوم. الانطلاقه ديالي كانت من واحد الليله اللي كانت صعبه 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 جدا. كانت من اصعب الليالي، ماشي من اصعب الليالي، كانت اصعب ليالي في حياتي. كنت هذيك يومين، هذيك 48 ساعه كنت كنعس وكنصلي. من النوع الا كنت كنمر من شي سيتوياسيون خايبه كيبقى خصني نبقى غير ناعسه. هذيك 48 ساعه ما عرفتش كيفاش دازت، والله العظيم. كنفيق كنسجد، كنفيق كنصلي. الصلاه ديالي عباره على عباره على السجود. ما كنتش كنقدر نوقف باش نصلي، كنت كنحس براسي رجلي ما بقيتش كنحس بهم، والله العظيم. هكا رجلي بحال مشلين فيهم الشلل، هكا مرخيين، ما كنقدرش نوقف على رجليا. وليت كنقول راه واقيلا تشليت، ما بقيتش كنوقف باش نصلي. كنبقى غنزحف من فوق الناموسيه باش نقدر نسجد. كنسجد كنسجد، كندعي وكنبكي، كندعي وكنبكي، كندعي ونبكي. هاد 48 ساعه ديالي هكا دازت عليا، فريمون كانت صعيبه. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. شتو واخا كانت هاد الليالي صعيبه بزاف، كان فيا شي احساس داخلي هو يقين بالله. هذاك الاحساس الداخلي كان كيرسل لي رسائل، كان يقين كبير بالله ان هذاك الشيء من بعدو جايه شي حاجه زوينه، شي حاجه كبيره. اقسم بالله راه ليالي الله اللي كان كيعلم بها، اقسم بالله ليالي كانت فريمون صعيبه، فريمون واعره. كنت اول مره احس بالظلم، اول مره اقسم بالله كنت استظلمت ظلم اللي ما يمكنش. مي بالرغم من داكشي كامل وداك الظروف اللي كنت كندوز من هذيك 48 ساعه، كنت كندعو عارفه ويقيني بالله كبير ان بعد داكشي غطرى شي حاجه زوينه. ما كنتش عارفه كيفاش نخرج من داكشي، كانت مشاكل كثيره، ما كنتش عارفه كيفاش غادي نخرج من داكشي، شنو هو الحل ديال داكشي. مي كندعي ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، هذه كثر منها بزاف. جميع ادعيه ديال الانبياء دعيت بهم. سيروا سوره الانبياء وشوفوا الادعيه ديال كل نبي باش دعا. هذوك هما الادعيه اللي تقدروا تدعوا بهم الا كنتو في كرب. من بعد هذيك اليومين جاء الفرج، جاء الفرج بكثرة الالم، بكثرة هذاك الالم اللي كنت كنحس به في هذيك يومين. من بعد ديك يومين راه مبقيت كنحس بوالو، راه المشكل مازال ما تحلش ما كاينش اصلا عنده حل. مي الله نزل عليه واحد السكينه، واحد الطمانينه، واحد راحه البال صافي، ان شيئا لم يكن. والله العظيم راه سبحان الله. مي راه حاجه وحده هي اليقين بالله. يقينكم بالله مهما كانت الظروف اللي كتمروا منها، مهما كان شيء مستحيل، ما تفكرش كيفاش غيتحل داك الشيء. هذاك الشيء ديال الله، هذيك المهمه ديال انه كيفاش غيتحل هذيك المهمه خليها الله سبحانه وتعالى. هو عارف وقادر، انه هو القدير، هو القدير. الله قادر، راه قادر يبدل، تقلب الحياه كلها. وهذا الشيء اللي وقع معايا انا، راه تقلب كل شيء. اقسم بالله راه امور اللي شخصيا ما نقدرش نعاودها. مي راه حياتي هكا تقلبات وتشقلبات. المهم كيف قلت لكم بعد ديك يومين الله نزل عليه واحد السكينه، واحد الطمانينه، وراحه البال. صافي داكشي تحيد، كلشي داكشي، داك الالم وداك الظلم وداك داكشي كامل الخايب اللي كنت كنحس بيه مبقاش. المهم من بعد هادشي كامل كنت انا ديجا هنا في تركيا. فاش وقع هاد المشاكل وهادشي كامل كنت هنا في تركيا. ابخي هذيك يومين هبطت المغرب، دوزت فيها 4 شهور، 4 شهور كامله كالم. داكشي اللي وقع تشعد. الناس اللي قراب ليا عارفين تشاش،
مي لي ديتاي ديال لي ديتاي وداكشي بالتسلسل ما حاولت نشرح لحتى شي واحد. هذيك المرحله بالضبط اللي كنت رجعت فيها للمغرب، شحال من واحد جيت وتغيرت، انا ما تبدلتش، ما بقى كيهمني حتى شي واحد. احسن حاجه وقعت في هذا المشكل هو انني وليت مسبقه راسي على كل شيء. انا انسانه كنت كنبغي ندير الخاطر بزاف للناس، يعني نكون انا محتاجه لشي حاجه ويكون واحد مقابل معايا محتاجه يكون باغي ديك الحاجه نعطيها ليه، واخا انا محتاجه اكثر منه لا خصني نعطيها ليه، ماشي لحقاش كنبغي نبان كيوت، انا هكا دايره من الداخل. الصراحه باش وقع هذا المشكل، هذه اول حاجه وقفتها، واللي لاحظوها بزاف ديال الناس جيتهم تغيرت. يعني كاين اللي جيتو تكبرت، كاين اللي جيتو، المهم كل واحد كيفاش شافني. مي ما همنيش هادشي. دوزت ديك 4 شهور ديالي في المغرب كالم كالم كالم، مزيانه، ارتحيت مزيان. حان وقت للرجوع باش نرجع. هذيك كانت اول سنه دراسيه ديالي هنا في تركيا، فاش وقعوا دوك المشاكل. فاش وصل الوقت باش نرجع كنبقى نبدا القرايه. اول حاجه درت واحسن حاجه ممكن اي واحد يديرها، داكشي علاش كنقول لكم احنا في بدايه سنه جديده، قعدوا مع راسكم. هذه راه احسن قرار اتخذته، وحد الان باقي كنديرها. دابا هادشي راه داز لي تقريبا 3 سنوات وانا مازال كندير هذه دابا. فريمون كنرتاح مع راسي، ما تقعد لا مع صاحبك لا مع اختك لا مع جدك لا مع حتى شي واحد، قعد مع راسك. المهم باش ما نبعدكم من الموضوع، نكمل تجربتي هي الاولى. قعدت مع راسي مزيان، عرفت فين كان الخلل، عرفت الناس اللي منهم الخلل، عرفت لونطوغاج ديالي شكون اللي كنت مدوره بيا، علاش اصلا وقعوا هاد المشاكل، اسباب ديال هاد المشاكل اللي خلاني نوصل لهاد الدرجه. لانني فريمون اديت نفسي، انا ما كيشدنيش تانيب الضمير، لانني انا نفسي كنتعامل معاه بواحد، كان انسان امامي مباشر، يعني كنتعامل معاه بلطافه، ما كنأذيهاش. داكشي علاش ما كنشدنيش تانيب الضمير. مي في هذا الموضوع شدني تانيب الضمير، لانني حليت بزاف ديال الابواب اللي ما كانش عليا نحلهم. حسيت كانني هذاك الطفل الداخلي ديالي اديته في ديك المرحله، اول مره واخر مره، لانني حليت ابواب بزاف اللي ما كانش عليا نحلهم. عطيت الكلي لبنادم باش ياديني، باش يادي داك الطفل الداخلي ديالي. كنت معترفه الصراحه، كنت صريحه جدا مع راسي. وهذا نصيحه اخرى، يعني فاش تقعد مع راسك تبدا تشوف شنو اللي عليك واللي ما عليك والاغلاط كون صريح جدا مع راسك. انت كدير هذه حاجه خايبه، قول كندير حاجه خايبه زوينه، يعني راه انت وراسك، ما كاينش معاك شي حد اخر. هادشي اللي درت. حاولت هادشي كامل، دوك الاغلاط كلهم كتبتهم تحت كل غلط، كتبت الحل ديالو. اول حاجه بديت بها هي التقرب من الله. هذا كان من اكبر اسباب هاد المشاكل، هو الابتعاد من الله. شوفوا كنت كنصلي، نقول انا الصلاه ما كنقطعهاش، واخا نعرف تجمع ليا الصلاه ديال نهار كامل كنصليها، الصلاه ما كنقطعهاش، وانما كنت مقصره في شحال من حاجه، فريمون كنت مقصره في شحال من حاجه. اول حاجه خدمت عليها هي التقرب من الله سبحانه وتعالى. اول حاجه بديت وعدت راسي، وكنت قلت الوعد الصراحه. بديت بسوره البقره يوميا يوميا يوميا. عرفتوا جبر الله كان عظيم، وقعوا معايا شي حوايج اللي راه مستحيل يتقبلهم العقل البشري، اقسم بالله العلي العظيم. ما غاديش ندخل في لي ديتاي، مي والله العظيم الا وقعوا شي حوايج راه المستحيل، لكن مع الله ما كاينش المستحيل. بديت بسوره البقره يوميا. كنت كنصوم، ما نقولش كل اثنين وخميس، لكن اغلبيه ديال الاثنين والخميس كنت كنصومهم. الصدقه، فاش كنقول الصدقه شي واحد كيقول لك لا حتى انا راه خص لي تصدق عليا، لا انا راه باقي طالب، لا انا فاش كنقول الصدقه ما كنقولش عطي اموال طائله. الصدقه ممكن تكون خارج، تلقى انسان كبير في السن هاز الثقل وتعاونوا. ممكن تكون غادي ضحك في وجه اخيك، الابتسامه في وجه اخيك صدقه، راه والله حتى صدقه. راه انا فاش كنت كنمر من ديك الظروف، راه حتى شي حد ما كان عارف انني كنمر من ظروف صعبه. فاش كيضحك معايا شي واحد راه كنحس وكيتحرك في شي حاجه لداخل، كنحس باحساس زوين. لهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم الابتسامه في وجه اخيك صدقه. وفعلا والله الا صدقه. قادر تشري فرماجه بدرهم وتعطيها للقطط،
اي حاجه الله كيعوضك في حوايج اخرين، الله كيهز عليك امراض، كيهز عليك مصائب، غادي يعوضك، غيعوضك اقسم بالله العلي العظيم. شري خبزه، ما عرفتش دابا الخبز شحال داير في المغرب، مي نقولوا 2 دراهم، شري خبزه وعطيها لديك السيده اللي قاعده في جنب الطريق. كاين اللي كيقول لك لا وهذيك راه هذيك تلقاها عندها وما عندها، انت ما تدخلش في النيه ديال ديك الانسانه واش عندها ولا ما عندهاش، انت بينك مع الله. انت تصدقتيها ان ديك الانسانه ما عندهاش، صافي الله غيقبلها عليك انك تصدقتيها بنيه ان ديك الانسانه ما عندهاش، هي خليها مع الله، بينها مع الله. انت تصدق وما تدخلش في ديك كل ديتاي، داكشي الاخر خليه بعيد. يعني هادو هما اول الاشياء اللي لازم يشتغل عليهم الانسان، هادو كاملين هما باش بديت حاجه زوينه، واحد الاحساس واعر، واحد الراحه، واحد الطمانينه، واحد السعاده. كنت كنسمع بزاف ديال الاخبار الزوينه، كنت فريمون عوضني الله، اقسم بالله حتى عوضني. تاني حاجه، القرار الثاني اللي خدت هو انني المجتمع لونتوغاج اللي داير بيا، شديت واحد الغربال، بديت غربت كلشي، لا قريب ولا بعيد، لا من الاصدقاء ولا من العائله، اي واحد جاي منه شي مشكل سد داك الباب، لانني انا اصلا اللي فتحت داك الباب، لو ما كنتش انا فتحت داك الباب ما كانش غيوقع هادشي. وصافي هادشي اللي كاين، هادو هما القرارات اللي خصكم تاخذوا. اول حاجه تقربوا من الله، لو تغاش كل دار بك، راه الصاحب ساحب، يا اما للخير اما للشر. هاد الجمله ديما اللي كنقولها لصحاباتي. اختاروا مع من الناس اللي مدورين بكم، العائله اللي دايره بكم، اللي قراب ليكم، شنو الانرجي اللي كيعطيوكم، التعامل اللي كيعطيكم، هادشي كلشي ما تستهنوش به. لان انا هادشي ما كان كيجيني عادي، وكنت كندوز صافي ماشي مشكل، كنقول لا حشومه، لا ما تحشومه، ما حشوماش. فاش توصل لصحتك النفسيه حتى شي حاجه ما بقات حشومه. ما تظلمش، يعني انا ما كنقولكش تظلم الانسان، مي اللي يجي منه شي مشكل سد. راه خصوصا حنايا العشرينات او الثلاثينات، حنا في واحد المرحله اللي خصنا نعيشوها بسلام، خصنا نعيشوها زوينه، خصنا نحققوا هدفنا والحوايج زوينه وحنا مرتاحين مع الناس اللي كيبغيونا وكيحسوا انهم فريمون كيبغيونا، والناس اللي كيعاونونا وفريمون كيحسوا انهم كيعاونونا لحقاش كيبغيونا. هذا واحد الموضوع غنهضر عليه، غنهضر عليه حتى هو بوحدو، لانه هو كان سبب من اسباب هادشي اللي وقع ليا. صافي باش نحاول ندوز لفقره اخرى باش ما يجيش الفيديو طويل. صافي هادشي اللي كاين، هادو هما الاشياء اللي غيرت حياتي 180 درجه اقسم بالله. لكن الامور اللي اتخذت بجديه وبيقين تام، اي حاجه درتها كنديرها كامله مكموله كيف كنقولوا. وهادشي طبعا كان من اسباب التفوق ديالي دراسيا، الحمد لله لي سومستر ديالي كاملين فاليدين بونسيون تري بيان، درجات عاليه الحمد لله. يعني شوفوا غادي تلقاو نتائج، غتلقاو نتائج، فقط دار كل وقت. يعني اللي عايش في شي زوبعه او في شي فوضى، هذه هي البدايه. استغل هاد بدايه هاد السنه، اللي بغى التشافي عليه بالتقرب من الله، اللي بغى المال عليه بالتقرب من الله، اللي بغى السعاده والراحه والطمانينه عليه بالتقرب من الله، اللي بغى اي حاجه عليه بالتقرب من الله. والله انه كنز عظيم. ويريت كنت يعني بهاد الوعي وبهاد الثقافه اللي عليها انا اليوم كنت شحال هادي. الحمد لله باقي الوقت، اي حاجه عطاها الله الا وفيها الخير. فكيف قلت، اهم حاجه تكونوا في بدايه هاد السنه تكونوا صريحين مع نفسكم، يعني قعدوا مع راسكم وخذوا قرارات تكون جديه، تكون منطقيه، تكون صريحه 100%. وراه كل مر يمر. كيف قلت، بدايه سنه جديده، بدايه حياه جديده، بدايه نجاح جديد، بدايه سعاده. خليوها تكون هي سنه تغيير حياتكم للافضل. وهذا الشيء اللي كاين. نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو. مع السلامه.